حياكم الله واهلا وسهلا بكم. اليوم الموضوع اللي عندنا هو الرافع القدرة او رافع الفولتية، تصميم من المحولة اليو بي اس. هاي المحولة بداخل اليو بي اس الحاسبة الديسكتوب. اذا نجي هنا نقرب اكثر ونشاهد الفولتية عندنا هنا الزيرو والمية 98 فولت، 230 فولت، وهنا عندنا 267 فولت. هنا الأربع أطراف المداخل الفولتيات احنا مقسمين السالب والموجب، الصفر وال198 فولت، ويخرج عندنا طرفين. تقدر تاخذ الفولتية ايش قد عندك بالبيت، 170 180، تدخل هنا السالب والموجب، وتاخذ الاطراف من هذا الطرف ال230 وتاخذ منها بارد مشترك. ما عندك شغلة الجهاز اللي تريد الشغلة الفولتية مالته قليلة ما يشتغل، تاخذ من الطرف الثاني بهاي الطريقة. هيك تكون تدخل الأطراف وتاخذ للجهاز من هاي الأطراف. طريقة جدا بسيطة وسهلة. لكن الأجهزة اللي تشتغل على هذا المحول أمبيريته جدا قليلة. عندنا مثل مبردة الهواء، تلفزيون، الثلاجة الحجم يكون صغير، المجمدة الحجم الصغير، الأمبيرية يعني أقل تكون بالمجمدة والثلاجة، أو تكون براد الأمبيريته قليلة من 3 أمبيرات إلى أمبير. تقدر تشغل به ترفع للفولتية من خلال هذا المحول. اللي يسأل على الأطراف الثانية، الأطراف هي الفولتية القليلة يعني خافض، يكون إذا تشغل مروحة على 6 فولت أو تشحن بأثناء رفعة الفولت للجهاز، أو تشغل عليه مروحة تبرد على هذه المحولة. طريقة جدا سهلة وبسيطة. وهنا الفولتيات مقسمة تقسيم شركة بدون أي تحوير ولا تلغي أي خط، جدا بسيطة. إضافات محولة نفسها بدون أي إضافة، قاعدة ومداخل ومخارج. وشكرا لكم.